ولان الصحاب في اجازه والصاحب الجدع لازم يتلدع، يعرف محمود وهو جوه السجن ان بدر الدين على علاقه بمراته نوال، وان هما بيقرطسوه، وكمان مأخر اجراءات القضيه قاصد علشان يستفرد بمراته نوال. وهنا لازم من وقفه يا جدعان، الراجل اللي الاجرام بيقول له يا معلم بيتقرطس يا رجاله. بيقرر محمود يهرب من السجن ويروح لبيت مراته نوال في اسكندريه علشان ينتقم منها ويقتلها، وفعلا بيروح لها البيت وهو معاه مسدس. وجاب المسدس بكام؟ ولما محمود بيدخل لها البيت بتاعها بيضرب عليها نار، لكن ولا طلقه بتيجي فيها وكل الطلقات بتيجي في اختها. انا فاشل انا فاشل. وبعد ما محمود بيفشل ان هو يقتل مراته بيدور على المحامي بدر الدين في كل حته لكن مش بيلاقيه، فبياخد بعضه وبيطلع على واحد من معارفه، ومحمود بيقول له يا اما تقول لي مكان بدر الدين فين يا اما هفتقك هنا. زميلك اللي ضربني بالغرزه هو بني عم. فالراجل بيحاول يهديه ويقول له انه هيقول له مكان بدر الدين بس يهدى شويه ومفيش داعي للعنف. فمحمود بيفهم هنا انه الراجل بيحاول يعطله عشان يبلغ البوليس، ما هو مش تلميذ. فمحمود بياخد بعضه ويهرب، بس هو بيعرف واحد من الخدامين اللي شغالين عند الراجل بيحاول يوقفه، فمحمود برضه بيقتله. محمود كده قاتل اتنين لحد دلوقتي، مفهومش الاتنين اللي هو رايح اصلا يقتله. ومن بعد الجريمتين دول الشارع المصري ما بقاش وراه اي حاجه غير ان هم بيتكلموا على محمود اللي هرب من السجن وعمال يقتل في الناس ما بين القاهره واسكندريه. يعني كفايه اقول لك مثلا ان جريده كبيره زي الاهرام خصصت كل يوم صفحه كامله بتتكلم فيها عن اخبار محمود سليمان وعن جرائمه، لدرجه ان في يوم محمود ما عملش اي حاجه فيها راحت نزلت الاهرام السفاح النهارده في اجازه. ومن الواضح يا جماعه والله اعلم ان الموضوع ده عجب محمود هو وذات نفسه، لدرجه ان هو بقى بيراسل جريده الاهرام ويبعت لهم حكاياته ويقول لهم هو هيعمل ايه الفتره الجايه في حياته. يعني من ضمن البلاغات اللي جت للبوليس مثلا ان محمود السفاح كان موجود في شقه في شارع محمد علي في القاهره، فالبوليس خد بعضه وراح علشان يقبض على محمود السفاح. ما لقاش محمود ولا حاجه، لكن لقى على سريره كراسه مكتوب فيها بخط ايده قصته مع المحامي ومراته نوال، وطالب هو بخط ايده انها تتنشر في جريده الاهرام. يعني من ضمن مثلا القصص اللي كتبتها جريده الاهرام ونشرتها عن محمود ان هو كان في يوم موجود في شارع السلطان حسين في اسكندريه ووقف تاكسي، وكان في ايده جورنال بتاع الاهرام ومنشور فيه صورته، وقدمها كده للسواق وهو قاعد جنبه قال له تعرف صوره مين؟ فالسواق بص لمحمود وقبل ما يرد عليه محمود بص له قال له دي صوره شقام. لكن سيد المعلمين هداه وقال له انا مش طالب منك غير حاجه واحده بس، شايف الورقه دي؟ عايزك توصلها للعقيد محمد البشبيشي وتقول له ان دي ورقه من السفاح محمود سليمان. السلام عليكم. وطبعا ربنا ما يوريك عن الحاله اللي كان فيها السواق في اللحظه دي، لكن فعلا بيعمل اللي محمود طلبه منه وبيروح للعقيد محمد البشبيشي وبيسلمه الورقه. ولما الورقه بتوصل للعقيد محمد البشبيشي بيلاقي ان محمود بيقول له فيها ان انت ازاي بتدور عليا انا وسايب المجرمين الحقيقيين عايشين اللي هي مراته نوال والمحامي بدر الدين.